السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الأعزاء، مرحبا بكم معنا في القناة. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى اللايكات ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم، وكذلك على الاشتراكات ديالكم. الله يجازيكم بخير. نبداو حديثنا بالصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، محمد صلى الله عليه وسلم. نبداو على بركة الله. القصة ديالنا اليوم من دولة السودان وغتنتقل إلى دولة اليمن، ولكن هاد الشخص اللي غنتكلمو عليه هو الأصل ديالو سوداني. الاسم ديالو محمد آدم. هاد الطفل مني كان صغير تزاد وكبر في السودان، وكان الأب ديالو مغسل أموات. وهو هاد محمد آدم مني كان طفل صغير في العمر ديالو 7 سنوات، كان كيشتغل مع الأب ديالو، كيغسل يساعدو في تغسيل وتكفين الأموات. المهم، هاد محمد آدم كان حداهم واحد الجار، وهداك الجار كان يتحرش بالأم ديالو. واحد النهار تحيل الفرصة، ما كانش الأب، ودخل البيت ديال محمد آدم واغتصب الأم ديالو قدام عينيه. منين جا الأب ديالو اللي كان غائب، عاودت له الزوجة اشنو طرا في الغياب ديالو، وبقى كيتحيل الفرصة، يتحيل الفرصة حتى خطط وقرر أنه يتخلص من هذاك الشخص اللي تحرش بالزوجة ديالو، اللي اغتصب ليه الزوجة ديالو. حضاه واحد النهار حتى ما كان تحد، ودخلوا عنده للدار وقتلوا قدام الابن ديالو، و تخلص منه، تخلص من الجثة، داها لواحد الضيعة بعيدة ودفنها في هذيك الضيعة. المهم، هنايا محمد آدم بقى مع الأب ديالو في تغسيل الأموات، استمر في تغسيل الأموات مع الأب ديالو. منين توفى الأب ديالو وتوفات الأم ديالو، بقى كيعيش بوحدو، ما تزوج، ما دار وليدات، ما والو. بقى كيخدم نفس الخدمة ديال الأب ديالو. دازت الأيام والأعوام. واحد النهار غادي يلقى واحد الإعلان في الجريدة، كيطلبوا في الجامعة ديال السودان ديال الخرطوم، جامعة ديال الطب، كيطلبوا فيها إنسان يكون ملم بالتشريح. فعلا تقدم بالطلب ديالو لهاد الجامعة، وفعلا خدم فيها لسنوات، خدم فيها كمشرح. يعني دوك الطلبة ديال الطب كيحتاجوا هكا جثث يديروا عليها بعض الدراسات. وكان الناس اللي كيموتوا وهما بحوادث السير بحال هكا، والناس اللي ما معروفينش، كيجيبوهم محمد آدم، وهو كيتكلف بالتقسيم ديال هاد الجثث، وحسب الطلب ديال الطلبة كل واحد كيعطيه اشنو بغى. استمر واحد السنوات في هاد العمل، ومن بعد لقى الإعلان ديال هذاك الإعلان ديال الجامعة ديال اليمن ديال صنعاء، بنفس نفس الخدمة، طالبين مشرح. يعني داك العهد ديالو هو كانوا هاد المشرحين اللي ملمين بعلوم التشريح وبالجثث يعني قلال. فعلا قدم الطلب ديالو وانتقل هنايا، انتقل لليمن. انتقل اليمن، بقى محمد آدم هكايا خدام في هذيك المصلحة ديال التشريح. كيجيوه الجثث، وفعلا كيجيو الطلبة كيديروا الطلب ديالهم على الجهة اللي بغاو، وفعلا هو كيقدم لهم هاد الخدمات. عام على عام، عام على عام، ودخل في واحد العلاقة مع غير شرعية مع واحد البنت سميتها ياسمين.
دخل معاها في علاقة غير شرعية وتطورات العلاقة بينهم وحصل حمل. واحد شوية غبرات هذيك ياسمين، ما بقاتش بانت، ما بقاش بان ليها الاثر. المهم تشهر الصيت ديال محمد ادم في الجامعة ديال صنعاء. كل مرة كيجيو عنده الطلبة، ها اللي يجي كيبغي جمجمة، ها اللي كيجي يبغي هاد العضو، ها اللي كيجي كيبغي هاد العضو اخر. هنايا محمد ادم دخلو الطمع بزاف، ولا كيطلب ليهم فلوس. يعني اللي بغى شي عضو من الاعضاء كيضطر يخلص لمحمد ادم واحد القدر من الفلوس باش ياخد هذاك العضو. واحد النهار جات عنده واحد الفتاة، هاد الفتاة سميتها حسن، هي طالبة في الجامعة في كلية الطب. جات عنده قالت لي بغيت واحد الجمجمة وغادي اللي طلبتيه ليا غادي نعطيه لك. قال لها واخا، اللي بغيتيه موجود، ولكن غادي تجي عندي في الوقت الفلاني. دار معها واحد توقيت معين وقال لها بشرط تحد ما يسمع الاخبار بانك جيتي عندي، وتحد ما يسيق الاخبار بانني عطيتك شي حاجه. قلت لي غير كونك هاني صافي. هاد حسن فعلا الوقت اللي دار معاها محمد ادم جات عنده، وبالفعل دخلت عنده. قال لها واش ما شافك حتى شي حد؟ قالت له لا. قال لها واش كانت تابعك شي حد؟ قال لها لا. قالت له لا. قال لها واش قلتيها لشي حد؟ قالت ليه لا. وبالفعل خرج طل من موراها، ما بان ليه حتى حد، دخلها عنده لهذيك المصلحه ديال التشريح. هنايا غادي تكون الكارثه. دار ليها واحد شممها واحد البرودوي ديال التخدير، يعني واحد ما عرفتش انا كيفاش نترجم برودوي ديال التخدير، يعني ماده مخدره صافي. واغتصبها وقتلها وقطعها الى قطع ودارها في القنينات وكب عليهم هذاك البرودوي، هذاك الليكيد السائل ديال اللي كيحافظ على الاطراف ديال الجثث باش تبقى ما تحللش. صافي وجمع اطوى. صافي هنايا الناس بقاو كيقلبوا على حسن، فينا هي حسن، فينا هي حسن. جاو الوالدين ديالها كيقلبوا عليها، والو لا اثر، غبرات عليهم، ومشاو ديكلاراو عند الشرطه ديال اليمن. هنايا الشرطه ما خداتش الامر بجديه، ما دقاتش في الموضوع. قالوا لهم بنت، هذيك راه بنتكم، شوفوا نتوما هذيك البنت، شوفوها فين مشات، ربما يكون عندها شي حد كتعرفوا راهي مشات معاه. يعني ما خداوش الامر بمحمل الجد. دازت هاد الحسن غبرات من موراها واحد البنت اخرى على ما اظن سميتها سميرة. هاد سميرة حتى هي جات عند محمد ادم وطلبت منه شي عضو من الاعضاء، نفس الشيء اللي دار مع حسن داروا معاها. قال لها غتجي عندي في الوقت الفلاني ما تقوليها حتى لشي حد، وحتى حد ما يسمع بهذا الشيء اللي غيدور بيناتنا ولا عطيتك شي حاجه. فعلا دارت معاه، جات في نفس التوقيت اللي دارت فيه معاه، دخلت عنده فاذا بك يحط عليها داك الليكيد، داك السائل المخدر، وتا هي كيغتصبها، وتا هي بنفس المآل كيقتلها وكيقطع الجثه ديالها وكيديرها حتى هي في قنينات، كل حاجه في قنينه والراس هو في قنينه. المهم العائله ديالها بقاو كيقلبوا على هاد سميره، كيقلبوا عليها، والو. مشاو عند الشرطه المره الاولى نفس الشيء، ما خادوش بمحمل الجد، قالوا لهم شوفوا بنتكم فين مشات. المره الثانيه والو. بقاو هاد العائله ديال هاد سميره بقاو مصرين على انهم يعرفوا البنت ديالهم فين اختفت. قالوا لهم والو، بنتنا اختفت في الجامعه، ما عندهاش فين تمشي، غتجبدوا لينا من الجامعه. جات الشرطه المره الاولى، قلبوا الجامعه، ما لقاوش الاثر ديال البنت ومشاو في حالهم.
عاوتاني وركوا الآباء ديالها، العائلة ديالها بقاو مركين، بقاو مصرين على أن البنت ديالهم في الجامعة. هنايا غادي يجيو الشرطة، وبالفعل غادي يدخلوا لديك المصلحة ديال التشريح، وغادي يلقاو بلاوي زرقاء. غادي يلقاو دوك الجثث مقطعين ومديورين في القنينات. مني غادي يراجعوا العدد اللي داخل التشريح، غيلقاو العدد يفوق بكثير هذاك العدد اللي معطي. وعاد الجثث اللي واخد تصريح مصيبو راسو ودافنهم في مقابر متعددة. يعني لقاوه داير بلاوي زرقاء، مقطع حسن، مقطع هاد سميرة، ومقطع حتى ديك ياسمين اللي كان كيعرفها، وحتى داك الجنين اللي كانت حاملة به حتى هو لقاوه داير، اللي هو في الاصل الابن ديالو، لقاوه دايرو في واحد القنينة وخاوي عليه هذاك السائل اللي كيحافظ على الاعضاء البشرية من التحلل. هنايا صافي غادي يضغطوا عليه، وغادي يبدا يعترف ليهم كلشي. انا شنو درت؟ انا جات عندي حسن، خدرتها واغتصبتها وقطعتها. جات عندي سميرة، هذيك ياسمين حتى هي. يعني اعترف بالجرائم ديالو كلها، وعاود ليهم على الطفولة ديالو كيفاش دازت. هنايا غادي يتحال هاد محمد آدم للقضاء، وغادي يحكم عليه بالإعدام. حكم عليه بالإعدام، وهذا الإعدام تنفذ رميا بالرصاص في الشارع العام أمام أعين الناس. وكانت أفظع جريمة ارتكبت في التاريخ ديال اليمن بهاد محمد آدم القاتل المتسلسل اللي كبرات معاه عقد نفسية وحولاته إلى وحش كاسر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإنسان خصو يرد البال لوليداتو أنهم ما يشوفوش بحال هاد الحوايج في الصغر ديالهم، لدرجة أن كيقول لك الولد أو البنت الصغيرة ولا الدري الصغير قبل 10 سنوات ما خصوش يشوف حتى الذبيحة ديال العيد. يعني كترسخ عنده واحد الصورة خايبة، ما خصوش يحضر ساعة الذبح. هاد الابن هو طفل صغير كيحضر الاموات، تغسيل الاموات، تكفين الاموات، ومن بعد حضر العملية الاغتصاب، ومن بعد حضر جريمة القتل والدفن. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يعافينا يا رب. وكان هذه هي الجريمة ديالنا الشنعاء ديال اليوم. نتمنى تفاعلوا مع الفيديوهات، وتعطيونا اللايكات ديالكم، وعطيونا البارتاج والتعاليق ديالكم الزوينين. والى لقاء قادم باذن الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.